احنا كل اللي بيخلصوا لنا ماتشات للزمالك ولا ايه؟ رسميا تم تغيير اسم بن شرقي لبن قلبي، خلاص انا اعتمدته. حبايب قلب خوخ، احنا هنسيبنا من الخنفه ونركز في الكلام عشان انا عندي برد، فنركز في المضمون عشان انا على اخر. في ايه يا كولر؟ في بس بالراحه، انا جاي لك من اول في ايه؟ دلوقتي انا بديت المباراه، انت بادئ المباراه، حد قال لك ان النهارده مباراه الزمالك؟ حد مبدل لك لاعب لك في الجدول؟ انت بادئ بالتشكيله اللي المفروض بيها تبدا ماتش الزمالك، بادئ بيها ماتش الحرس. يا راجل انا مش قادره اخد نفسي، حرام عليك. تلعب النهارده بهاني وكريم الدبيس باك ليفت، وفي مباراه الزمالك لعب لي باكرم وكوكا باك ليفت، علشان ما اكذبش اكرم كان نجم الشوط الاول في ماتش الزمالك، سايب لي فيجيتار لوحده في الامام، احنا اللي كنا بننام. انت عايز مننا ايه؟ النهارده مباراه 90 دقيقه، بسم الله ما شاء الله، لا تكتيك، لا فنيات، لا اهداف، لا سرعات، لا باصات، لا عرضيات، لا مهارات. انت بتعمل فينا ايه يا وسام؟ بسم الله ما شاء الله على وسام، بقى في فورمه مودست مستريح. مالك يا بابا؟ مالك يا صاحبي؟ احكي لي ايه اللي حصل لك، فهمني. ده داسلك على طرف يا ويسو؟ مش معقوله يا جماعه والله. ده انا هقلع النضاره، انا على اخري. الكوره مروان عطيه يقول لمصطفى عيش هديها لي شويه، رامي يقول له طب ما تديها لي انا شويه، طب ارجعها لشوبير شويه، طب نرجعها للواد عيش بقاله كتير ما خدهاش. والمصيبه الكبيره ان حسين الشحات طالع متضايق انه اتبدل. انتوا هتخلوني اقول ده، انتوا هطلع عن شعوري. زعلان من ولا يا حسين؟ ما تقوليش بتنزل تجيب بالهاتريك يابا؟ زعلان ايه؟ انا طول عمري اسمع عن البجاحه، اول مره اشوفها. مبروك سمعتوا في حياتكم عن لاعب بينزل تبديل ياخد جايزه رجل المباراه من كتر ما المباراه منتنه ما فيهاش لعيب واحد عدل عليه القيمه؟ طبعا انا مش عارف. 3 نقاط مهمين جدا للنادي الاهلي. كلاكيت تاني مره بن شرقي بن قلبي هو السبب في فوز النهارده وتعادل الامس. مش امس ده اللي هو امبارح، امس ده اللي هو مباراه الزمالك، عشان مش ناقصه فزلكه. لكن عشان بكررها تاني، المنظر اللي احنا فيه ده مش عيب لعيبه، ولما بنكسب بالمهارات الفرديه، زي النهارده كده لما احنا كسبانين بمهاره بن شرقي ومتعادلين ماتش الزمالك بمهاره بن شرقي. مهارات فرديه، لكن جماعيه مفيش، بصمه مدرب مفيش، كل واحد عايش مع ليلى في ده في ده. ايه يا كولر؟ هو قال انتوا لما تمشوا كولر احنا كده هنروح كاس العالم؟ والله العظيم على فكره انا بكررها تاني، مش معنى ان احنا بنلعب كده هنروح كاس العالم نلعب وحش، لا هنلعب تحفه، بس ده مش هيرجع لتكتيك مدرب، ده هيرجع ساعتها لمهارات اللعيبه، عشان اللعيبه هتبقى نازله عاوزه تعمل حاجه عشان خاطر تتشاف في كاس العالم للانديه وتعمل انجاز، مش مهارات ولا تكتيك ولا بصمه مدرب. ده استحاله يكون مدرب. انا لو رحت دربت اهو بنت اهو اللي بتقولوا لي على المطبخ سلسله انتصارات بعون الله، لكن ده كولدير. بصوا انا اول مره اقول اسم على حد واكون مقتنعه بيه، ده كولدير، عابر سبيل، اي عابر سبيل يجي يشرب منه عادي. الراجل ده مش طبيعي، استحاله يكون طبيعي. انا تعبانه، قعدت اتفرج على الماتش معدتي ضغطت والله، تعبتني اكتر، بقيت اقول يا رب طب البني ادم يعمل ايه؟ طيب الواحد بقى يتضايق على منظر الاهلي ده. فرحانه بالبلاس 90 وكل حاجه وكسبنا، ومبسوطه ان بن شرقي بقى بسم الله ما شاء الله ما خدش وقت في الانسجام، ولكن هو مش عيب لعيبه، انت ما شاء الله عندك سكواد وعندك لعيبه وعندك بس مدرب في ميه البطيخ. هو قدامناش غير حل واحد، رمضان خلاص كمان يومين، كل سنه وانتم طيبين. 30 يوم ندعي ان كولر يمشي قبل كاس العالم للانديه، ما فيهاش حل تاني.